مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. النهاردة عملنا قشطة الأفران اللي هي بره ب80 وب90 جنيه، عملناها بمكونات بسيطة جدا جدا في البيت. يلا نشوف هنعمل القشطة دي ازاي، اللي احنا بنحتاجها في الفطار وفي العشاء. أول حاجة هنا معايا كوباية لبن حليب. مش عايزة لبن أو ما عندكيش بمعنى أصح لبن، ممكن تستبدليه مية فترة. ومعايا هنا كوباية إلا ربع سمنة أو زبدة. والله ما عندكيش سمنة أو زبدة تقدري تستخدمي زيت، بس يكون زيت نوعه جيد. تمام، يبقى كل حاجة ليها بديل. عندك لبن بودرة مفيش مشكلة، تضيفي معلقتين 2 لبن بودرة بمعلقة الطعام. معايا هنا معلقتين سكر حبيبات، ومعايا باكت خميرة فورية 10 جرام. يبقى بدل اللبن ممكن نضيف مية، ممكن نضيف معلقتين لبن بودرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسمنة ما عندكيش سمنة، عندك زبدة مفيش مشكلة، ما عندكيش الاتنين ممكن تضيفي زيت. هيبقى كوباية الا ربع. والسكر والخميرة هندوب السكر كويس قوي في المكونات دي لغاية ما يدوب خالص، وبعد كده هننزل بالدقيق. الدقيق نص كيلو، وطبعا منخول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الحاجات دي في البيت بتبقى عمار، وكمان بتبقى اقتصادية وبتوفر كتير، ومفيش بيت ما بيحتاج لهاش. يبقى ضروري بدل ما تشتريها من بره، تقومي كده وتعمليها، مش هتاخد معاكي اي وقت، وكمان هتحتاجي لها. هنا معايا نص معلقة بيكنج باودر بالمعلقة الصغيرة، معلقة الشاي. ومعايا ذرة ملح، حاجة كده صغيرة، يعني ربع المعلقة وأقل. هبتدي كده بقى ايه ادوب كل الحاجات دي مع بعض علشان اعمل عجينة كده كويسة، مش يابسة ولا بتلزق، لا عجينة حلوة كده تكون مناسبة للقشطة دي. هنشوف دلوقتي هتبقى عاملة ازاي. اول حاجة هدوبها كده بالسباتيولا، وبعد كده هبتدي اعجنها بايدي. لو عندك عجان هيسهل عليكي الحكاية، وهو اصلا نص كيلو دقيق مش هياخد وقت خالص خالص معاكي. هنا معايا معلقة خل أبيض، الخل ده ضروري ومفيد قوي قوي في المعجنات. هنا أنا شايفة إن هي هتحتاج لسوائل تانية، فضفت لها نص كوباية لبن تاني. وزي ما قلت من البداية، لو ما عندكيش لبن ممكن تضيفي مية. هعجنها كده بسرعة، مش هتاخد وقت معايا، وهتديني نتيجة حلوة قوي قوي قوي، وهتدينا كمية مرضية. الكمية دي لو اشتريناها من بره هتبقى غالية، لكن في البيت ما كانتش تقريبا مكلفانا حاجة خالص، يعني يعتبر كده حاجات ببلاش اللي بنعملها في البيت. هي مش ببلاش قوي علشان الناس ما تفتكرش ان انا ببالغ، لكن لو قارناها بالحاجات اللي بنشتريها من بره، هنلاقي ان حاجات البيت اوفر كتير وانضف. كده برضو انا هضيف لها معلقتين تاني لبن. طبعا انا بضيف لها ليه؟ لان كل دقيق غير التاني، مش كل انواع الدقيق واحده. في دقيق تحسي ان هو محتاج تاني سوائل، وفي دقيق خلاص بيكتفي بالسوائل اللي ضفتيها له. كده خلاص انا كنت خلصت عجن، وكانت كده عجينه حلوه ومالسه معايا وناعمه جدا زي ما احنا شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هسيبها كده ترتاح شويه وتخمر، وهرجع لها تاني. هسيبها في مكان كده يكون دافي. لو المطبخ بتاعك دافي يبقى سيبيها فيه حوالي نص ساعة، عشان دلوقتي الجو ايه، برد. ممكن النص ساعة دي تبقى ساعة، نص ساعة و10 دقايق، لكن في الصيف ما بتاخدش وقت خالص.
هنا قطعة القشطة بتاعة الأفران بتبقى حوالي 20 22 بالكتير أوي 25 جرام، ما بتزيدش عن كده لأنها بتبقى قطع صغيرة. هنا أنا هاشوفها على الميزان قد ايه، وبعد كده هعرف الحجم وهقطع باقي الكمية زي ما وزنتها. ولو ما عندكيش ميزان مفيش مشكلة، هتبقى ايدك ميزان وهتوزنيها بقى ايه حسب كده بالنظر، او ممكن تستخدمي معلقة. يعني في بدايل كتير ممكن تخليها متساوية وقطعة واحدة. هنا دي كانت كتير شوية، هقللها لان انا عايزاها قطع متساوية قد بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده بقت تمام، وهوريكم وزنها قد ايه. كده هي 25 جرام. كل القطع اللي بعد كده تكون بنفس الوزن، لا تزيد ولا تقل. هنا كده انا ابتديت اقطع، وكلها يا ريت تكون زي ما قلت لكم وزن واحد. هنا في قشطة بتبقى محشية وفي بتبقى سادة، اللي انتي بتفضليه. عايزة تحشيها قرفة وسكر احشيها، عايزة تسيبيها سادة برضو هتبقى حلوة. وهقطع باقي الكمية كده. عايزة تعمليها على ايدك اعمليها، عايزة تعمليها على كونتر كده او على ترابيزة هتطلعها لك شكلها مظبوط قوي ومناسب. كده انا هكمل باقي التقطيع وهرجع لكم تاني. هنا بقى جينا اللبن اللي انا جايباه وقع فيه شوية سمسم. هنا ده سكر وقرفة وسمسم، واللبن اللي واقع فيه شوية سمسم، وانا بفضي السمسم. هنا بقى هبتدي اعمل الجزء اللي هو محشي قرفة وسكر. لو عايزة انتي كلها فاضية اللي يريحك، عايزة جزء وجزء زي ما انا عملت، دي حاجة ترجعلك. كده انا دوبت السكر والقرفة مع بعض. هتحطي حوالي ربع المعلقة او اكتر، ده برضو حاجة ترجعلك وترجع انتي بتحبيها او اسرتك بتحبها او لا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده خلاص بقت تمام قوي. هتاخديها كده بنفس الصورة دي وتنزليها في اللبن وبعدين في السمسم. كده انا كنت خلصت كل الكمية ما شاء الله، طلعت لي كمية كويسة. الفرن طبعا هيكون سخن على درجة حرارة 200، وانتي طبعا عارفة الفرن بتاعك. هتفضل في الفرن حوالي 20 دقيقة. استوت وبقت تمام قوي ما شاء الله. النص كيلو يا جماعة بيخرج كمية كويسة قوي، واقتصادي قوي قوي، احسن من نشتريها من بره. فياريت لو تعمليها في البيت، ده هيكون احسن ليكي ولأسرتك. كان بصراحة شكلها تحفة قوي. وعلى فكرة مش دي كل الكمية، كان في تاني غير دول. اللهم بارك. وصفة حلوة وبسيطة وسهلة وكمان اقتصادية. زي ما قلتلكوا لو مش عايزة لبن ضيفي مية. وده كده كان قلبها من جوه، ما كانتش مكتومة خالص، كانت هشة وكانت ظريفة قوي. يا رب كل وصفاتي تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت تقولولي في التعليقات. وما تنسوش اللايك بالله عليكم. ودي كانت اللي محشية قرفة وسكر، برضو كانت هشة وكان طعمها لطيف قوي. يا رب الوصفة تعجبكم.